ليه عندنا طيز؟ يعني للأدب. ما تفهمونيش غلط، هو السؤال عجيب شوية، بس لو بصيت حواليك في عالم الحيوان حتى الأقرب الحيوانات لينا هتلاقي إن إحنا بس اللي لا مؤاخذة بطيز. ليه التطور مهزقنا كده؟ تعالى نتفزلك واحكي لك. عامل لي فزلوكا من بالراب فلوس شكشوكا اجيب اوتوجن واسيب سكسوكا عامل الدنيا كما تاكل سوكا كيفي كده كيفي هنا واللي اقوله همشي كيفي كده كده كيفي هنا زميلي موقعي ده مفيش جنبي كيفي كده كيفي هنا واللي اقوله همشي. قبل أي حاجة أنت عارف أصلا يعني إيه طيز أو بط؟ كلنا شايفينها بس ما نعرفش نحددها. بط معناها آخر حتة في جسمك، والكلمة دي جديدة ظهرت في القرن 19. دي بط ودي بط ودي بط، بس بط عن بط تفرق. ياض كأنك مش مظبوط ياض. برضه فهمني غلط، هي فعلا مميزة عندنا لدرجة ان الفتحة اللي موجودة فيها هي اول فتحة بتتكون في جسمنا حتى قبل بقنا. ما احنا بننتمي لكلاس من الاورجانيزمز اسمه ديوتروستومس او البق التاني. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. ليه عندنا طيز؟ ناس كتير فاضية زي حالاتي كده سابت اللي وراها واللي قدامها عشان يطلعوا لنا باكتر من نظرية عن العضلات والدهون اللي موجودين في المنطقة دي. اولها ان الدهون والترهلات اللي عندنا كانت مهمة لمخنا انه يتطور. ايدك يا عم انت هتحلو علينا ولا ايه؟ بجد والله، في دراسة سنة 2016 فرضت ان تطور مخنا ارتبط بزيادة الدهون عندنا من ساعة ما سيبنا التنطط على الشجر ونزلنا نعيش على السهول. لانه زي ما انت شايف كده المشي على الارض اريح بكتير من انك تطلع على اي حاجة، ان شاء الله كرسي حتى. وده ادانا فرصة اكتر اننا نخزن دهون اكتر، وبالتالي ادى لمخنا فرصة اكبر انه يتطور ويكبر، او هكذا تقول الاسطورة، لان لسه في كتير عن الدهون لسه ما نعرفوش لانه مش محفوظ في الحفريات. بس العضلات بقى احنا عارفين شوية عنها مع انها برضو مش محفوظة في الحفريات، الا ان العظم اللي مربوط بيها محفوظ كويس في الحفريات، وده يخلينا نعرف نستدل على شكلها من تطور العظم اللي لقيناه. شكلك فاهم يا نص. اسلافنا الهومو اريكتس من 2 مليون سنة كان عندهم حوض شبه حوضنا جدا، وده معناها نفس الطيس تقريبا بنفس العضلة اللي احنا هارينها حقن دلوقتي، جلوتيوس ماكسيمس، ودي اكبر عضلة موجودة في جسم الانسان ومش موجودة عند قرايبنا القرود. بس الغريب اللي العلماء لاحظوه ان العضلة دي مع انها مسؤولة انها تشيل وزن جسمنا اللي فوق، الا انها بتبقى مريحة واحنا ماشيين، واستخدامها الاساسي بيبقى لما بنجري. مع كل خبطة بنخبطها على الارض العضلة دي بتشتغل عشان تظبط جسمك وتعدله وانت بتجري. مش بس كده، طيزنا كمان كان جاي معاها شوية اوبشنز عشان نعرف نجري كويس. رجلين طويلة، عرقوب طويل اللي هو اكيليس تندونز، وصوابع قصيرة. عرقبة ما كانتش حاجة وحشة، دي كانت اوبشن من الاوبشنز اللي خلتنا نقدر نجري المسافات طويلة، وده خلانا اتعلمنا استراتيجيات جديدة في الصيد، زي اننا نجري ورا الفريسة لحد ما نفرهدها. بالبلدي كده كنا بناكل من عرق طيزنا. تصدق انك قليل ادب؟ انا سافر. ده غير ان بعض الباحثين بيقولوا ان الطيز كانت ولا زالت اشارة جنسية. يا دلع دلع يا دلع دلع يا دلع دلع، لانها بتعرفك ان البارتنر صحته او صحتها حلوه. الخلاصه، المره الجايه وانت نازل تجري على اكل عيشك، سواء كانت شغلانتك محتاجه تركيز وبخ او محتاجه جري ومجهود بجد، فكر في الحاجه اللي